لو عايز تعرف محمد رمضان يستاهل يبقى نمبر 1 ولا لا، تعالى وانا اقول لك. مين هو محمد رمضان؟ محمد رمضان نشأ في المنيب بالجيزه، تحديدا في الاساق. عنده اخ واخت محمود وايمان رمضان، والاثنين خريجين فلسفه. محمد رمضان ابتدى رحلته من بدري، من هو عنده 15 سنه، ساعه ما راح المدرس بتاع المدرسه بتاعه بتاع المسرح وقال له عايز امثل، اعمل ايه؟ فقال له المدرس ان مكاتبهم في وسط البلد، مكاتب المنتجين والمخرجين وكده، انزل وشوف. كان محمد رمضان كان فاكر انه لما هينزل وهو نازل من الاتوبيس كده هيخبط في حسين فهمي، وهو قالها بلسانه. كنت فاكر ان عزة العائله هيبقى ماشي في الشارع، بس لما وصل عرف ان الرحله اصعب من كده بكتير. بس ما يئس وابتدى رحلته، وابتدى من اول شارع طلعت حرب، وابتدى يسال كل حارس عقار على ان هنا في مكتب ممثل او مخرج او منتج، وبقى عماره يروح يسال عليه، وكل يوم يعلم هو واقف فين، يعلم على العماره، ويروح بعد كده بعد المدرسه تاني يوم ليه ساعتين كل يوم يقعد يدور في الشوارع كلها ويشوف هو واقف فين، ويجي تاني يوم ويفضل يدور. وكان بالفعل بيعرف يقابل ناس، بس كان كبيرهم بيقولوا له يا كلبه حلوه يا كلبه وحشه ويمشوه. وفي يوم عرف ان في مخرج في استوديو بيمثل مسلسل معين، فراح جاي رايح عشان خاطر يشوف المخرج ده يمكن يكتشفه. اشترى قميص جديد وراح له، ولما دخل كان المخرج ساعتها بيصور. محمد رمضان ما كانش يعرف، ولما عمل دوشه المخرج راح جاي مزعق له وكرشه لدرجه ان الانتاج وهم بيشدوه قطعوا له القميص. والموقف ده علم مع محمد رمضان. في مره رمضان وهو بيسعى كالعاده وهو ماشي لقى مسرح وعليه صوره سعيد صالح، وفي مسرحيه بتتعرض دلوقتي، فراح لبتاع الامن وقال له لو سمحت انا ممثل موهوب وممكن اخش اشوف الاستاذ سعيد صالح. فبتاع الامن قال له ممنوع. رمضان سابه وعدى الناحيه الثانيه وفضل واقف منتظر اي فرصه بتاع الامن حتى لو يبص في ساعته عشان خاطر رمضان يخش من غير ما يشوفه. وبالفعل رمضان نجح وتسلل ودخل لحد المسرح جوه، دخل لحد اوضه الممثلين ولقى في وشه اوضه استاذ سعيد صالح. خبط ودخل لقى استاذ سعيد صالح بلبس الشخصيه. قال له ايه انت عايز ايه؟ قال له يا فندم انا ممثل موهوب، وكل ما اروح لمخرج يقول لي سيب صورتك، وانا ولا شعري اصفر ولا عينيا خضراء عشان لما اسيب صورتي امثل. قال له انت عايز ايه؟ قال له اتفرج عليا وانا بمثل. قال له مثل. وراح رمضان ممثل شويه شخصيات من عنده وقلد احمد زكي وقلد السادات، وفعلا اقتنع بيه سعيد صالح لحظيا، وراح واقف وقال عليا الطلاب الثلاثه، الواد ده اللي يمثل معايا النهارده على المسرح. حتى في حد رد وقال بس الولد الصغير ده ما يعرفش حاجه عن المسرحيه. فقال له سعيد صالح انا هدخلك وارتجل معاك وعايزك تعمل اللي انت عملته ده دلوقتي على المسرح. وفعلا رمضان عمل دور واحد جاي من الصعيد وبيدور على معهد التمثيل وعايز يمثل، واخد شبشب من بتاع النظافه على جاكيت من بتاع الامن وعمل الشخصيه، وبالفعل دخل. وسعيد صالح قال له انا هديك الفرصه، لو نجحت النهارده هتكمل معايا. وبالفعل اشتغل رمضان ونجح وسمع عنه مخرج، واشتغل اول عمل تلفزيوني وكان مسلسل اولاد الشوارع، كان مع الاستاذه حنان طه. وبعد كده سمع عنه المخرج سمير سيف وجابه يعمل مسلسل السندريلا مع منى زكي، جابه يعمل دور احمد زكي. وبعد كده عمل دور صغير في مسلسل اسمه حنان وحنين لعمر الشريف سنه 2007. وهنا بقى نتوقف قليلا. محمد رمضان كان عامل في المسلسل ده دور ابن بواب تقريبا، فلما جاله الملابس لقى ان الهدوم جديده ما تنفعش، فراح جاي رمضان ماسك التيشيرت وقعد يعمله في الارض ويوسخه ويقوم جاي مكرمشه بايده ويلبسه تاني. وطبعا عشان ملوش اوضه كان في عربيه مفيمه قدامه، كان واقف بيعدل لبسه في المرايه في الازاز بتاعها، وكل شويه يلاقيها لا لسه ما اتوسختش شويه يقوم قالعها وعامل بيها الارض وشايلها وعاملها، وما يعرفش ان العربيه المتفيمه دي جواها عمر الشريف وشايف كل حاجه ومتابعه، بس مش فاهم هو بيعمل ايه. وفجاه عمر الشريف فتح الباب ونزل وقال له انت بتعمل ايه؟ ولما شرح له رمضان عمر الشريف عرف ان هو قدام ممثل موهوب بس لسه ما شافوش وهو بيمثل، بس دماغه دي سم في التمثيل. وبالفعل عمر الشريف مثل دوره وما روحش، وقف يبص على محمد رمضان وهو بيمثل، وفعلا في ساعتها عرف ان اللي بيقوله صح وان اللي قدامه ده ممثل مش عادي. وساعتها حط عمر الشريف عينه عليه وطلع في التلفزيون واشاد بيه وقال ان محمد رمضان ده هيبقى خليفتي. موهبة غريبة خالص، عالية جدا، وممكن يكون احسن مني بكتير واحسن من اي. انت متخيل وانت في اول الطريق عمر الشريف يطلع في التلفزيون ويقول ده هيبقى خليفتي؟ مثلت معاه مشهدين 3 في المسلسل بتاعي، اتجننت والله العظيم. كأني قابلت واحد هيكون احسن ممثل في مصر. عارف يعني ايه لما عمر الشريف نجم الحاجه اللي انت نفسك فيها يطلع يقول هو ده اللي خليفتي، ساب كل النجوم وقال عليك وانت لسه بتبتدي انت خليفتي. ده طبعا ادى لمحمد رمضان ثقه كبيره جدا في نفسه، بس للاسف في نفس التوقيت ده حصلت الواقعه بتاعت علي الحجار، وما تعرفهاش تعالى اقولها. المخرج بتاع مسرحيه سعيد صالح فاكرينه كان بيعمل مسرحيه لعلي الحجار، وجا كان عايز يجيب محمد رمضان برضه يعمل نفس اللي عمله في مسرح سعيد صالح، وبالفعل جاب محمد رمضان. المسرحيه دي كانت بتتعرض في اسكندريه، محمد رمضان قال له انا معيش فلوس حتى اجي اقعد 3 ايام لحد ما تعرضه، فالمخرج قال له انا هديك جزء من الفلوس بتاعتك عشان خاطر تعرف تقعد بيه.
وجا رمضان وقعد واتدرب على المسرحيه، وبالفعل عمل نفس اللي كان بيعمله في مسرحيه الاستاذ سعيد صالح. بس لما عمل شغله في اول دخله وجات الاستراحه، كان في امير موجود ساعتها خليجي بس ما يعرفوش جنسيته. جه الامير ده وقال انا عايز اسلم على ابطال العرض، والفعل لما دخل محمد رمضان كان ليه دور صغير، فقعد على جنب كان بيغير هدومه عشان يستعد للدخله الثانيه. ولكن الامير قال حاجه لمدير اعماله، فمدير اعماله قال فين الولد الاسود اللي طلع عمل دور كذا وكذا؟ راح جاي المخرج قال له محمد رمضان، محمد تعالى يا محمد. جه محمد سلم عليه فعلا، لدرجه ان لما بيقول له سلم على سمو الامير راح يقول له اهلا يا استاذ امير، راح يقول له لا سمو الامير ده لقب، راح يقول له اهلا يا سمو الامير. راح جاي الامير بيطلع من جيبه قلم وراح جاي مديهوله وقال له ده تذكار مني ليك. فمدير اعماله قال له خلي بالك القلم ده فيه 30 فص الماس. محمد رمضان ما استوعبش الجمله واخد القلم وراح جاي حاطه في شنطته عادي وبيستعد عشان يخش الدخله الثانيه. فجاه سمع صوت زعيق، بيبص لقى المخرج ولقى علي الحجار الاثنين بيزعقوا صوت بعض، وعلي الحجار بيقول الولد ده لو ما مشاش دلوقتي انا هاخد ابني وارجع مصر. المخرج بيقول عليا طالما ومروح وهيمثل النهارده. محمد رمضان لما لقى شكله وحش راح جاي قايل يا جماعه عشان خاطر الحلفان ده انا هطلع الدخله دي وبعد كده هروح ومش جاي تاني. ولكن محمد رمضان فوجئ انه لما جه معاه دخلته اتفاجئ لما جه يخش الدخله الثانيه ان في 4 راحوا ماسكينه مكتفينه وموقعينه على الارض وقاعدين فوقيه. راح جاي قال لهم يا جماعه هو بالعافيه خلاص انا مروح، ومشى محمد رمضان والموقف ده برده اثر فيه. بعد كده في 2008 كان في مهرجان ويسرا شافت محمد رمضان فيه واخدته ساعتها عشان يعمل معاه مسلسل في عيد امينه. وساعتها يسرا نصر الله شاف مسلسل يسرا واتصل بيها قال لها ايه رايك في الولد ده؟ انا شايفه كويس، اصل انا عايز اديله بطوله فيلم. وطبعا يسرا لما اشادت بيه وقالت على ضمانتي، يسرا نصر الله جابه وعمل اول بطوله ليه وكان فيلم احكي يا شهرزاد. وعمل برضه مسلسل وقتها مع بوسي كان اسمه رمانة الميزان. في 2010 عمل مسلسل مع حنان ترك برضه اسمه هانت بنت باشا، وعمل مسلسل مع ليلى علوي اسمه هلاوي المستخبي. ولو اقول لك ما بين كل عمل وعمل حصل ايه مع محمد رمضان، هتلاقي ان الحياه بتاعته مليئه بالمواقف اللي يستاهل في الاخر ان بعد السعي ده انه يوصل لحاجه كويسه. وكمل محمد رمضان سعي وعمل فيلم حصل خير والالماني وعبده موته في سنه واحده، وفعلا محمد رمضان ساعتها ابتدى ياخد قبول من الجمهور اكتر. وعمل ساعتها برضه في التلفزيون مسلسل كاريوكا ومسلسل كان اسمه الشركه زي سيت كوم كده. وفي 2013 عمل فيلم قلب الاسد، و2014 عمل فيلم واحد صعيدي، وفي 2014 عمل مسلسل ابن حلال. والمسلسل ده كانت نقله ثانيه خالص ليه. انا فاكر ساعتها كان في واحد صاحبي ما بيحبش يتفرج على المسلسلات اساسا، ولما لقى ان العيله عنده كلها بتتابع المسلسل قال انا هتفرج عليه، وفعلا شده وكمل للاخر. وساعتها محمد رمضان اتنقل نقله ثانيه خالص دراميا وعند الجمهور. وفي 2015 عمل شده اجزاء واخر بيك في مصر. وفي 2016 عمل مسلسل الاسطوره، والمسلسل ده الناس كانت بتتابعه زي ماتشات الكوره بالظبط، وكانوا في الاول بيشغلوا شاشات العرض والناس كانت بتتابعه جامد جدا. بص ان المسلسلات تنجح ده بيحصل كتير، انما ان الناس تتوحد مع الشخصيات ده اللي ما بيحصلش كتير. والمسلسل ده نقله برضه نقله ثانيه خالص. 2017 بقى عمل فيلم جواب اعتقال وعمل فيلم الكنز. وعلى فكره انا بختصر معاك الرحله انما رحلته مليانه حاجات. وفي 2018 عمل مسلسل نسر السعيد وعمل فيلم الديزل وعمل اعلان لشركه اتصالات، ولكن نزل في الاعلان ده اغنيه، ولما الاغنيه نجحت وضربت جدا وعدت حدود الاعلان ساعتها رمضان مسك اللاين ده وقال يجرب، وعمل ساعتها اول اغنيه وهي كانت نمبر 1 ونزلها في كاس العالم ورغم ان هي تنجح ونجحت وبقت ترند واحد ساعه ماتشات كاس العالم. ورمضان فعلا مسك اللاين ده واستغله وكمل عليه، وعمل بعديها اغنيه الملك و100 مسا وجيشنا صعب. في 2019 بقى عمل مسلسل زلزال، انما عن الاغاني عمل اغاني كتير، عمل مافيا وفيروس واغنيه القمر وافريقيا وبابا وبوم واللهو الخفي وحاجات كتير جدا. وفي 2020 عمل مسلسل البرنس مع محمد سامي، وده برضه الناس كانت بتتابعه جامد جدا ونقله برضه في حته رابعه خالص. وفي 2021 عمل مسلسل موسي، و22 عمل مسلسل المشوار، وفي 2023 عمل فيلم على الزيرو وفيلم هارلي ومسلسل جعفر العمدة. فما تجيش بعد كل ده تقول ان محمد رمضان مغرور او انه ما يستاهلش اللي هو وصل. ومن ناحيه الغرور دي محمد رمضان على فكره من اول ما الناس ابتدت تقول عليه ان هو مغرور وانا ما كنتش شايف فيه كده خالص، لان ما فيش ولا واحد من اللي اشتغلوا معاه طلع قال ان هو مغرور، بالعكس الناس كلها كانت بتشكر فيه. وهو محمد كانت دي بقى اول عشره بيني وبينه، هو اخ، هو جدع، هو بداية من أول مرة اتقابلت فيها مع محمد بصراحة شخص في منتهى الاحترام، بيتعامل معايا بمنتهى الاحترام، بنتعامل مع بعض بشكل جميل جدا. شوف نفسه حلو، بس انا بقول لك اهو هو ناجح ومن حقه يتقال عليه نمبر 1. رمضان بيتعامل مع الناس عكس خالص اللي انت بتقوليه. وكنت حاسس ان هو راين هو ماسكه عشان خاطر يعمل بروباجندا اكتر لنفسه. وطبعا اكتر واحد ابدع في الموضوع ده تامر حسني. كنت انا ساعات بقعد مع اصحابي واقول لهم يا جماعه حطوا نفسكم مكانه، لو انت واحد عندك حاجه و20 سنه وعندك الفلوس دي وبتنزل من فيلتك وعربياتك ونجم، حط نفسك مكانه. لما تحط نفسك مكانه يبقى شوف ممكن تتغر ولا. ومع ذلك انا ما كنتش شايفه مغرور، لانه لو مغرور كان جات شكاوي كتير من الناس اللي بتشتغل معاه، انما بالعكس اي حد بيجي يشتغل مع محمد رمضان بيطلع يشكر فيه. وفي الاخر نرجع ونقول ان محمد رمضان يستاهل كل اللي هو فيه، ومفيش حاجه معاه جت صدفه، بالعكس السعي والاجتهاد هو اللي وصله اللي هو فيه. واللي احنا قلناه ده 1 من 10 من حياه محمد رمضان، انما محمد رمضان شابولي انت تستاهل اكتر من كده.